تبع الصعب ذو القرنين ابن شمر ذي مراثد بن الحارث الرائش ثالث ملوك اليمن التبابعة، وهو الذي حكم بعد تبع الرائد الأكبر 68 سنة. يكون ذلك من 1418 إلى 1350 قبل الميلاد. وقد كان العرب قبل الإسلام وفي الجاهلية يذكرون ويعرفون ما تناهى إليهم من أنباء ذي القرنين، وفيه يقول قس بن ساعدة: والصعب ذو القرنين أصبح ثاويا بالحنو بين ملاعب الأرياح. وفيه يقول طرفة بن العبد الجاهلي: وللصعب أسباب تجل خطوبها، أقام زمانا ثم بادت مطالبه، إذا الصعب ذو القرنين أرخى لواءه، إلى ملك الشامات قامت نوادبه. سبب الاختلاف حول ذي القرنين. قد ذكر المؤرخون العرب ورجال العلم عدة ملوك بأن كل واحد منهم ذو القرنين، ويعود أكثر ذلك إلى خلاف في النسب والترتيب للملوك. ويتمثل الاختلاف الجوهري في وجود 3 ملوك. قيل عن كل واحد منهم أنه ذو القرنين، وأنه المذكور في القرآن الكريم، وهم: أولا الصعب ذو القرنين بن تبع الرائد ذي مراثد بن الحارث الرائش، ولم يظهر الخضر عليه السلام إلى أحد بعده إلا إلى موسى بن عمران النبي عليه السلام. ويؤكد ذلك الزمن سالف الذكر للصعب ذي القرنين، وهو 1418 إلى 1350 قبل الميلاد، لأن النبي موسى في القرن 13 قبل الميلاد. ثانيا التبع الأقرن ياسر ينعم. قال نشوان الحميري: هذا الملك تبع الأقرن بن شمر يرعش. كثير من حمير يرى أن هذا الملك هو ذو القرنين المذكور في القرآن، ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمانات، وقد حكم في الفترة 486 إلى 505 للتقويم السبئي، أي حوالي عام 734 إلى 715 قبل الميلاد. وقد كان من عظماء الملوك، وبلغ في غزواته بلاد وادي الياقوت، ولكنه كان يؤمن بتعدد الآلهة كما سيأتي في المبحث الخاص بعهده، فليس هو المذكور في القرآن. ثالثا الإسكندر المقدوني اليوناني. وقد شاع في كتب التفاسير القول بأنه ذو القرنين المذكور في القرآن. قال نشوان الحميري: وقد روى بعض العامة من العجم أن الإسكندر بن فيلبس هو باني سد يأجوج ومأجوج، ومما يدل على أنه ليس بذي القرنين الذي ذكر الله عز وجل في كتابه ما يلي: أن ملكه كان 15 سنة، وكان عمره 36 سنة، وكان مؤدبه أرسطوطاليس الحكيم. وقد أخذ الحافظ ابن كثير في التفسير وفي كتابه البداية والنهاية بأن ذا القرنين هو الإسكندر اليوناني، ولكنه افترض وجود إسكندر يوناني أقدم من هذا، ينطبق عليه أن يكون ذو القرنين المذكور في القرآن، فقال: كان الأول مؤمنا صالحا وملكا عادلا، وكان الخضر عليه السلام وزيره، وقد كان نبيا على ما قررناه. وأما الإسكندر بن فيلبس المقدوني اليوناني فكان قبل المسيح بنحو من 300 سنة، وكان مشركا، وكان وزيره أرسطوطاليس، وقد كان بين زمانهما أزيد من 1000 سنة، فأين هذا من هذا؟ لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبي لا يعرف حقائق الأمور. وبما أنه لا يوجد في تاريخ وملوك اليونان إلا الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي حكم سنة 316 قبل الميلاد، جاء في هامش صفوة التفاسير ما يلي: المرجح أن ذا القرنين ملك مسلم من ملوك اليمن. وننتهي من ذلك إلى التمييز التالي بين ذي القرنين المذكور في القرآن والإسكندر المقدوني: أن ذا القرنين المذكور في القرآن كان مؤمنا بدين التوحيد الحنيف، بينما كان الإسكندر المقدوني مشركا وثنيا كافرا. أن زمن ذي القرنين المذكور في القرآن الكريم
كان كما ذكر الحافظ ابن كثير قبل الإسكندر المقدوني ب1000 سنة، فالإسكندر المقدوني كان في القرن الرابع قبل الميلاد، بينما كان ذو القرنين في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وهو زمن الصعب ذي القرنين، وكان قبل النبي موسى ب150 سنة. ولذلك قال الهمداني في الإكليل: لم يظهر الخضر عليه السلام إلى أحد بعد الصعب ذي القرنين إلا إلى موسى عليه السلام. ثم إن اسم ولقب ذي القرنين اسم عربي يماني من ملوك اليمن الحميريين، مثل باران ذو رياش وذو المنار وذو الأذعار وذو نواس وذو يزن وذو رعين، وليس عند العجم واليونان مثل تلك الأسماء. ويتحقق من ذلك كله أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو الملك الصعب ذو القرنين بن تبع الأكبر ذي مراثد بن الحارث الرائش، وكان هو أول من اتخذ وارتدى خوذة رأس معدنية ذات قرنين من النحاس أو البرونز، فقيل له ذو القرنين، وذلك هو أصل ما جاء في كتاب البداية والنهاية.